وكده انا قلبت الخلطة في البهارات واللي انا قلت لكم عليها. وانا هاخد بقى حتة من البانيه وانفضها خالص من الخلطة اللي عليها. تمام اهو. هقلب بس دي الاول. اقلب البهارات لا تمتزج بيها فيها. تمام. بعد كده بقى امسك حتة الفرخة البانيه او فراخ، تنفع بانيه وتنفع فراخ مخلية وتنفع استريبسر. نحطها هنا الاول. تمام. ظهر ووش. ونطلعها ننفضها كده اهو بالتتبيله. تمام عشان ما تاخدش بتاع معانا كتير اهو. تمام. ومحطها على طول هنا اهو كده اهو. على الوش الاولاني تاخد وش والوش التاني تاخد وش. وتضغطي عليها كده اهو بايدك كده اهو اهو اهو. تفضلي تضغطي كده اهو اهو. تغطيها كلها. متنسوش تدعموني بلايك يا بنات حلوة كده لو الفيديو عجبكم. انا اسفة على الكركبة اللي عندي دي بس معلش هتتعدي كل حاجة في وقتها. بعد كده تنفضيها كده اهو. هتلاقي بص التعريجة. بص التعريجة عاملة ازاي. تمام. هعمل كله بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. وده شال البانيه بعد ما تبلناه وحطيناه بالتتبيلة بتاعته. هنسيبه بالظبط بتاع ساعة او 3 ساعات او ليلة كاملة في الفريزر. وبعد كده نطلعه نقليه على الزيت وهنشوف بعض واحنا بنقليه. تعالوا بقى مع بعض نعمل صلصة مكرونة. معانا توم صلصة نعملها بالزعتر النهاردة والروزماري. معايا زعتر الروزماري، معايا بابريكا، ومعايا بهارات مشاوي، ومعايا بهارات مشكلة وشوية شطة. حلة على النار نسخنها. ننزل فيها بالزيت حبة حلوين كده بس. ونزلنا بالتومة. تمام. شايفين كده. وننزل كمان بالزعتر والروزماري والبهارات معاها تتشوح معاها كده اهو. شايفين. واو الريحة جميلة جدا. جربوها يا بنات هتحبوها أوي. بعد ما نشم ريحة البهارات كده نحط على طول الصلصة. نحط الصلصة بتاعتنا. اهو. تمام كده. بعدين بقى نروح نقلي البانيه. يلا بينا عشان نقلي البانيه. تعالوا. حطيت طاسة فيها زيت مستنية بس يسخن. هختبر الزيت بشوية دقيق. لسه ما سخنش. لو سخن بتلاقيه طف على وش الماء بتاعه. اختبر برضو. حط كده دقيق لسه شوية مسخنش. بسم الله. على النار متوسطة عشان تستوي معانا. بسم الله. وما تزنقيش عشان تعرفي تقلبي. الصلصة معانا يا شباب. نقلبها بس كده تقليبة. تمام. مرة دقايق. لو عندك صلصة بيضة لازم علاجها البابريكا وعلاجها الخلطة الوصفة اللي انا قلتلك دي. تحمصي البهارات والبابريكا عشان تطلعلك وادي الفراخ اهي. اما اجي بقى اقلب على الوش تاني هوريلك. البانيه احمر هقلبه.
نص البصل بتاعي. عملت نفس تتبيلة البانيه، البصل اللي فوق ده عملته في الخلاط فيها احمر. تمام، هرجع لكم بقى اول ما تطلع من الطاسة. وده شكل البانيه بعد ما طلع من من الفرن، من الزيت. وادي المكرونه بتاعتنا سقطناها وعملناها، وادي طبق السلطه الجميل، وادي طبعا كوبايه العصير بتاعتي عشان انا صايمه. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو لو عجبكم. تمام، لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش لايكاتكم الجميله عشان بتشجعني. ولو عايزين اي وصفه تانية قولولي. تمام، لو عايزين اي وصفه تانية قولولي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.